اهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة التاروت واسراره. يلا بينا نعرف النهاردة. حبيبك ندمان عليك وزعلان على الفراق، بعدك عنه مزعله، ندمان. اهم حاجة عايزين نعرف، هو ندم ولا لا؟ ندم على الفراق والهجر والقسوة اللي انت شفتها منه. يلا بينا نعرف كده. النهاردة معانا 3 مجموعات، 3 قرايات بالاحجار. الحجر الاول والحجر التاني والحجر التالت. الحجر الاول، منظر الجميل ده حلو قوي. الحجر ده طاقته جميلة جدا، أبيض كده في ذهبي. طاقته حلوة قوي، شكله حلو قوي كمان. القراية التانية بالحجر برضو الجميل ده، طاقته حلوة قوي برضو، بيش كده برضو في ذهبي لو الكاميرا مش واضحة قوي. القراية التالتة الحجر التالت، الحجر العسلي ده، طاقته حلوة برضو قوي. اختاروا كده الحجر اللي انتوا تلاقوا عينكم يعني جت عليه، واسمعوا برضو الطاقات برضو. يعني انا برضو هخش على الطاقة كده شوية برضو في القراية. فالحجر الأولى، الحجر الأول، الحجر التاني، الحجر التالت. ويلا بينا نبدأ. الحجر الأول، القراية الأولى. حبيبك ندمان عليك في البعد ولا لأ؟ حبيبك ندمان عليك في البعد ولا لأ؟ ده انتوا الورق بيقع مني، والله الورق بيقع مني. اللي اختاروا القراية دي طاقتهم صعبة قوي. اللي اختاروا القراية دي طاقتهم صعبة قوي، والله ما عارفة الف الورق. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. حبيبك ندمان عليك في البعد. حبيبك غدر بيك وسبب سابك عشان واحدة تانية. الناس اللي اختارت الحجر دي، انتوا بتحبوه حب قوي جدا، وهو في قلبكم. انتوا بتحبوه حب قوي جدا. آه، هو بالفعل ندمان، هو ندمان قوي وزعلان. بس مش عايزه اكذب عليك، يعني اللي اغرته وخلته يبعد عنك واحده تانية، طرف تالت. اللي خلته يبعد عنك طرف تالت. كان على طول بيخبي عنك اسراره، وكان على طول بيخبي عنك حياته كده. كانت حياته غامضه على طول بالنسبه لك، انت ما كنتش تعرف عنه حاجه خالص يعني. هو كان شخصيه متعبه قوي، شخصية متعبة. كان شخصية مستهترة بالعلاقة معاك، كان شخصية هوائية، كان شخص مزاجي كده، بيجي كده ويمشي، يجي مع نفسه يمشي مع نفسه. ما كانش فيه استقرار أبدا في العلاقة. العلاقة كانت فيها توتر كتير. للأسف يعني هو شخص متعب على فكرة. انت بالفعل وحشته. اسلوبك، طريقتك، كلامك، كل حاجة فيك وحشاه. لو اجابتنا على السؤال، هو فعلا ندمان بسبب ان هو دخل طرف ثالث. هو بيعترف لنا ان كان بعده عنك بسبب طرف ثالث. نفسه يرجع يتواصل معاك تاني، نفسه يقدم هدية، عايز يفرحك، عايز يرجع تاني، مشتاق انه يرجع تاني. في منه طاقة مراقبة كمان ليك قوية قوي. بيراقبك كتير، بيراقبك على طول. هو قال لنا انا كنت متهور. هو قال يعني صراحة طاقته واصلة لي بسرعة يعني كده. ما كانش متعب في طاقته معايا. بيقول لنا ان هو شخص متعب، نفسه يرجع ليك تاني، يبقى فيه لمة أسرة وشمل أسرة كده من أول وجديد. عايز يرجع يتواصل معاك تاني، انت بالفعل وحشه. هو بيقول لنا برضو انت كنت حبيبه قوي 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 قوي، وهو ندم انه دخل طرف تالت. انت كنت فيك كل المزايا انك تتحب، انت كل حاجة فيك حلوة. هو بيقول لنا كده وبيعترف لنا. طاقته واضحة لي جدا وصريحة جدا، ما تعبتنيش. بيعترف لنا وبيقول لنا ان انت شخص ما هو مش عارف يعوضك، هو مش لاقي زيك تاني. وندم، هو من ناحية ندم. الكروت بتعيد بعضها. عايز يرجع تاني، عايز يقدم حاجة تفرحك، عايز يجيلك. هو عامة هيتواصل معاك قريب على فكرة. اللي اختاروا الحجر ده هيتواصل معاك ويتكلم معاك قريب. عايز يتكلم معاك، عايز يتواصل معاك، عايز يرضيك بحاجة. هو حس ان هو بوظ الدنيا وخرب الدنيا. صوتك حتى وكلامك في التليفون، في مكالمة تليفون الورق بيعيد نفسه. صوتك وطريقة كلامك وأسلوبك وحشاه جدا. كنت بتقعد تتكلم معاه وتحكي معاه، كان صوتك بيغذي ودانه، كان بيغذي أحاسيسه.
كل دوت هو مفتقده معاك. هو عارف واثق قوي ان انت حد طيب وشخصيه طيبه، سواء اللي بتسمعني واحد او واحده. هو واثق ان انت حد طيب قوي وشخصيه طيبه جدا، وعارف ان معاكي الحب اللي ما ينفعش ينتهي. انت معاكي الحب اللي هو الى ما لا نهايه، الحب اللي ما لا نهايه. عندك كل العوامل اللي تخليكي شخصيه جميله ما يقدرش يستغنى عنها. واعترف لنا، هو كان صريح معايا للغايه، وما دوخنيش معاه في القرايه، وقال ان كان في طرف ثالث، وهو دوت السبب اللي خلاني بعدت وندمت وبراقب لاني مش قادر استغنى، لاني بحب وعايز ارجع اراضي تاني من اول وجديد. وبعترف ان انا كنت شخص هوائي وشخص صعب في الطريقه، وانا كنت بروح واجي وامشي، اجي براحتي وامشي براحتي. ما كنتش بحسم الامور بعقلانيه كده. نفسي كمان في لما شمل تاني ونرجع تاني، يبقى في لو في طلاق او في انفصال، نفسه برضو في لما شمل تاني ونرجعوا ترجعوا تاني، تبقوا أسرة تاني واحدة زي ما كنتوا. ولو ما كانش في جواز ولا حاجة، هو برضو نفسه معاكي في ترسيم، أو نفسه معاكي أقل ما فيها إن العلاقة ترجع تاني زي ما كانت. اصحاب دولت اصحاب القرايه اللي اختاروا الحجر الابيض في ذهبي ده. ندم ونفسه يرجع طبعا معاك يتواصل. معايا برج الجوزاء، معايا برج العذراء، معايا برج القوس، معايا برج الدلو. ربنا يسعدكم طبعا. واللي حابب قرايه خاصه يتواصل معايا على 015 5466 من داخل مصر ومن خارج مصر. 0020 155 4666 للقراءات الخاصة والحجز طبعا. دي القراية الأولى. يلا بينا نشوف المجموعة التانية. دي المجموعة الأولى، أصحاب المجموعة التانية اللي اختاروا الحجر ده. يلا بينا. حبيبك ندمان عليك في بعده عنك، حبيبك ندمان عليك في بعده عنك. بيراقبك برضو، طاقة المراقبة موجودة، وندم بمعنى الكلمة، لأن ذكرياتك معاه مموتاه. ده المجموعة التانية مميتة مميتة مميتة، صعبة بمعنى الكلمة. ندمان ده ميت ندم. ذكرياتك معاه مموتاه. كارت الذكريات وكارت الحنين للذكريات، بيفكر فيك كتير، بيحن لك كتير، نفسه يرجع يتواصل معاك تاني. انت بالنسبة له حد ما ينفعش يخسره، يعني انت في تفكيره ليل ونهار، ما بيقدرش ينساك. عايز يرجع يتواصل معاك تاني، وعايز يراضيك تاني، حاسس ان هو خسرك، حاسس ان هو افتقدك. زعلان وندمان علشان رحيله، لان هو اللي رحل، وهو اللي ساب الحب الكبير قوي ده ومشى. هو مشى وساب الحب وراه. ف... ف... يندم، ده يندم ويندم طبعا يعني. ده اكبر كارت يدل على الندم، الذكريات. هو انا هفتكرك ليه غير لما انا ابقى ندمان يعني. بيراقبك من بعيد وبيبص عليك على طول. بيراقبك عمال يبص عليك، مش يعني انستا، واتس، فيس، اصدقاء مشتركين. في برج طبعا مراقبة قوي قوي جدا. هو ثابت في مكانه لحد دلوقتي. بس بيحبك. كاسات الحب على طول موجودة معاه. كاسات الحب، بص كاسات الحب قررت لنا يعني. بص كاسات الحب، بصي. لان انت توأم روحه، انت حبيبه اللي ما قدرش يستغنى عنه. برج الاسد طلع لنا حبيبه اللي ما قدرش يستغنى عنه. بيحبك، انت نصه التاني. هو عارف ان انت نصه التاني، من النص اللي ما يقدرش يستغنى عنه. بصي الكاسات، بصي الكاسات كلها طالعه. كل دي كاسات الحب ازاي. بصي الكاسات، كاسات الحب، كاسات الحب، الندم والحب والكاسات الحب اللي هو سبت انا الحب الكبير قوي ده ومشيت. طبعا واضح ندمه وزعله عشانك. نفسه يرجع يتواصل معاك تاني. برضو نفس القراية الأولى على فكرة، دي رسالة فيها. الكلام اللي انت كنت بتسمعه له وكنت بتمدح فيه، كنت على طول بتقول فيه شعر، كل دوت وحشه، كل دوت ذكرياتك معاه وحشه. بيشتغل على نفسه كتير، بيحاول يقوى، بيحاول يكون قوي، وعايز يرجع يصلح العلاقة تاني، عايز يخلي العلاقة ترجع زي الأول. ندم، ده ندمان وفوق الندم. ما مش عارف ينساك، مش عارف ينساك. الكارت اللي قبله ولا بعده، اللي انا مش عارف انساك من كتر ما انا بفكر فيك
راسي اتخرمت، راسي السيف دخل في الطاقية بتاعة الراس، من كتر ما أنا بافكّر فيك، أنا مش قادر أنساك، مش قادر أبعد عنك. يعني الكروت ده كمان كارت الشغف، كارت الشغف والحب إلى ما لا نهاية، كارت الشغف إن أنا على طول مشغول بيك، إن أنا بافكّر فيك، إن أنا شغوف عليك، أنا ملهوف عليك، أنا ممكن أبقى قاعد كده واصرخ بحُبّك، أنادي باسمك. كارت الشغف واضح وصريح، وطبعًا الكارتين دُولة بيكمّلوا بعض. كارت التفكير كارت الشغف، الاتنين بيكمّلوا بعض. يعني عايزين إيه أكتر من كده ندم؟ أصحاب المجموعة التانية كروتكم جبارة بأمانة يعني. بيراقبك، بيراقبك. بس هنا الكارت ده بيقول لك أنا منتظر وقت مناسب أعرف آجي أتكلم معاك فيه. الكارت ده كارت الانتظار، إن هو مستني وقت مناسب. بيبُص على السفن، مستني السفينة المناسبة عشان يركبها ويعبر بيها، فهو مستني وقت مناسب، وبرضه خلال الوقت المناسب ده هو شغال في المراقبة. وطبعًا ماسك عصيان الحب، العصيان في الطارو، قراية الطارو معناها الحب. دي المجموعة التانية برضه بيحبك، وندمان ندم كبير لا قبله ولا بعده يعني. أصحاب المجموعة التانية اللي اختاروا الحجر ده. تمام. معايا برج الدلو، معايا برج الميزان، معايا برج الأسد طبعًا طلع لنا، معايا برج العذراء. برضه اللي عايز قرايات خاصة أكتر وأكتر نتواصل مع بعض كده، يتواصل معايا وهنقرا له قرايات خاصة مخصوصة ليه. اللي اختاروا الحجر رقم 3، الحجر ده. يلا بينا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف برضو كده، هو ندمان عليك في بعده عنك، حبيبك ندمان عليك. بسم الله. خليهم كده هنا كده. حبيبك ندمان عليك، ما بينامش الليل من ندمه. يعني خلاص هو الراجل تعب، جواه معارك، جواه صراع، جواه صراع. التلات قرايات احسن من بعض، والتلات قرايات تحفه، انا فرحانه بيهم. انا مبسوطه جدا ان القرايات كده. جواه صراع. ما بينامش. يلا بينا نبدأ كده بالواحد. ما بينامش بالليل خالص، مش عارف ينام، يعني ان لا ليل ولا نهار مش عارف ينام. ده شخص بيفكر فيك ليل ونهار، شخص انت مخلي حياته سودة، مخلي حياته غامقة وضلمة، لا عارف يرتاح لا ليل ولا نهار من كتر ما هو بيفكر فيك. بص القلب المكسور والقلب المجروح وندمان. بص الندم، بص كارت الندم، بص المعارك اللي جوه راسه، المعارك اللي دايرة في راسه، المعارك الحرب الداخلية اللي جواه، اللي هو بيقول أنا كمان كنت السبب في المعارك والمشاكل، اللي أنا كنت أنا الأساس في الزعل ده والبعد ده كله. يعني الكروت موضحة هي برضو نفسها. هنا برضو بصوا نفس الكلام. طاقة المراقبة، طاقة المراقبة والانتظار، برضو قاعد عمال بيراقبك. ماسك الكرة الأرضية في إيديه. كان ماسك الكرة الأرضية، معناها إن أنت كنت كل حاجة عنده، أنت كنت العالم كله بالنسبة له. وبرده ماسك خشبة الحب لأنه ما يقدرش يستغنى عنك. عارف إن أنت حد طيب قوي، عارف إن أنت شخصية جميلة علشان كده عايز يرجع لك تاني. عارف إن أنت معاكي كل حاجة حلوة، أنت ست جميلة وقاعدة ماسكة النقود. النقود دي مش شرط أنا فلوس عشان غنية ولا مش غنية، لا، يعني معاكي الحاجة الجميلة اللي تدل إن أنت معطاءة جميلة، مش محتاجة لحد في حاجة. أنت ست مكتفية بنفسك، ست جميلة. ما يعني هو عارف ان انتي ست حلوه، ست حلوه. ندمان وزعلان عشان خرج من الجنه اللي كان عايش فيها. بص بقى طالع متهان بعد ما كان متدفي جوه القصر ده والدنيا تمام. بص بقى ماشي على التلج ازاي، بقى ماشي ومش عارف يمشي كمان ازاي. وبص بيدور على الدفا وعايز يتدفى تاني، بيتدفى بالحب اللي كان موجود فيه. بصوا نفسه يرجع للأسرة والفرح والكاسات الحب تاني. نفسه في الحتة الحلوة دي تاني، عشان برضو متأكد ان انت حد طيب، الام، الاخت، انت فيك الصفات الجميلة دي كلها. نفس المعنى بتاع الكارت ده، انت حد طيب وجميل، انت بالنسبة له كده نفس المعنى، كلهم بتشرح بعضها. نفسه برضو كده يبدأ بقى في حاجة جديدة، دنيا جديدة معاكي، خطوة جديدة معاكي، واللي فات ده بقى تنسوه كده. ليه؟ لأنه ما بينامش الليل. تمام. ادي القراءة التالتة اللي اختاروا الحجر رقم 3. برج الأسد معايا برضو تاني بيكرر لي، برج الجدي، برج الثور، برج العذراء، برج القوس.
طبعا ندمان أشد ندم كمان، الثلاث قراءات كلهم ندم. حبيبك ندمان عليك قوي وزعلان في بعده عنك قوي. واللي حابب قرايات خاصة يتواصل معايا من داخل مصر 015 5466 0065، ومن خارج مصر 0020155466 للقرايات الخاصة والحجز طبعا. وربنا يهدي سركم، ويكون يا رب كده خير، وتكون القراية عجبتكم، واللي حابب يتواصل معايا يتفضل. يلا أشوفكم على خير.